السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض طبق بيض، حاجة كده جميلة وسهلة وسريعة التحضير. تقدري تعمليها في أي وقت، في خلال دقايق بتكون خلصانة. تقدري بقى تقدميها فطار، عشاء، وكمان ممكن تعمليها على الغدا، غدا سريع التحضير لو انتي وقتك ضيق. ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. والقلاية على النار، هننزل بشوية من الزيت ونستنى لحد الزيت كده ما يسخن معانا. وفي الوقت ده نكون مجهزين بصلاية متوسطة الحجم ومقطعينها كده جوانح، وننزل بيها على الزيت بعد ما بيسخن، ونقعد نشوح في البصلاية كده ونقلب فيها لحد ما تاخد معانا لون وتبدأ تصفر. وفي الوقت ده نكون مجهزين معانا قرنين من الفلفل الأخضر متخرطين، وننزل بيهم على البصل، وتدي للفلفل تقليبه بقى كده لحد ما تبصي تلاقي ريحه الفلفل طلعت معاكي، ريحه الفلفل ظهرت يعني في الوقت ده. ونكون مجهزين 4 طماطمات متقطعين كده قطع صغيره مكعبات يعني، ننزل بيهم بقى كده على الفلفل والبصل ونقلبهم بقى كده مع بعض، خليهم يختلطوا ببعض كده. وبعد ما قلبناهم هننزل ب3 معالق كبار من الصلصه. لو مش متوفرة عندك خلاص مفيش اي مشكلة، يعني مش هتأثر على الوصفة بتاعتنا. وبعد ما نقلب الصلصة نجيب نص معلقة كبيرة من الملح وننزل بيها، نرشها كده على المكونات، ونقعد نقلب بقى كده في المكونات من دقيقتين كده ل3 دقايق، عشان انا عايزة قطع الطماطم تدبل معانا. وعشان تدبل طبعا لازم نسيبها على النار شوية، والملح اللي اضفناه هيساعد معانا ان الطماطم تدبل بسرعة، فمش هتاخد وقت معاكي على النار. ودلوقتي شايفة بعد الطماطم ما دبلت معانا نزلت العصارة بتاعتها كلها ازاي. دلوقتي كده بالمعلقة بنفتح مكان كده عشان ننزل فيه البيضة، وبننزلها سليمة زي ما انت شايفة كده. وطبعا عدد البيض اللي انت بتنزليه بيكون على حسب امكانيات الطبق اللي قدامك او على حسب الرغبة. وبعدين باجي على كل بيضة واجيب شوية من الفلفل الاسمر وارش على كل بيضة من اللي احنا حطيناه، اديها رشة كده من الفلفل، وبعدين اقلبها بالمعلقة وهي في مكانها زي ما هي. ودلوقتي نغطي عليها ونسيبها لمدة 2 دقيقتين. وبعد مرور 2 دقيقتين من الوقت ما شاء الله حاجة كده جميلة سهلة وسريعة وتتعمل بسرعة وما بتاخدش وقت خالص. ويلا مع بعض كده نطلع قطعة. وطبعا البيض مفيش حد ما بيحبوش، طبق كده حاجة كده مغذية وجميلة وتفتح النفس على الأكل، وتجديد كده من الطريقة اللي احنا بنقدم بيها